بصوا حبايب قلبي، ده شكل الفسيخه بتاعتي اهي. مفيش بس غير اني احط عليها الايه، الزيت والليمون. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم مشاهديني ومتابعيني ومتابعين قناه ليلى النجار. النهارده طبعا جاي اعمل لكم فسيخ بطريقه تانية خالص. انا كنت عملت طبعا الفسيخ ونال على اعجاب كل الناس، وطبعا عجب زبايني جدا اللي اشتروا مني. النهارده بقى جايه اوريكم طريقه العمل الفسيخ، ولا زيت ولا شطه ولا كركم ولا اي حاجه، هو الملح وان الله يحب المحسنين. الفسيختين دول، السمكتين البوري دول انا جبتهم شطفتهم بس اهو، ولسه مطلعاهم من تحت الميه، يا دوبك مسحتهم بحته. مش هننشفه خلاص في البلكونه على مصفى. المحلات طبعا بيجيبوا اطنان، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوه الا بالله. اللي بيبيعوا الفسيخ وانا منهم. بنجيب البوري طبعا، مش هنقعد ولا ننشف فيه في البلكونه ولا نحط المناديل ولا 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 ولا. احنا يا دوبك بس بنغسل السمكيه ونسيبها تصفي ميتها دقيقه، وناخدها طريه زي ما هي كده اهي بحالها اهي. ولا هنعمل بقى مساج ولا هنعمل حاجه، هسهل عليكم الامر للي مش حابب يشتري فسيخ علشان من نسيم. هتعرفي تعمليه في البيت سهل وبسيط وبأقل حاجه. هو يا دوبك هتشتري شويه ملح خشن ابيض زي ده. فهمي الراجل ان انت عايزه ملح للتفسيخ الفسيخ، قولي له للتمليح لتخليل الفسيخ، علشان بيبقى فيه ملح غامق، ده اسمه ملح الشركه. تمام. هنجيب كيس. اول حاجه انا هنا جبت الكيس بتاعي فردته جنبي اهو، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا بس مش عايزه ازفر كل الملح. ملح فقط، هنحط ملح خشن بس. يلا بقى، علشان ايه بكره عايزه الاقي كله عامله كده بالملح. الحمد لله كل اللي بيعمل طريقتي في الفسيخ الاولاني بيبعتوا لي كومنتات حلوه قوي، بيكلموني على الموبايل يشكروني، وبيبعتوا لي على الواتساب بيشكروني. الحمد لله. كنت بشوف انا بقى بعض قنوات بيعملوا الفسيخ كان من غير ما يتشطف ولا حاجه، وكانوا بيحطوا له ملح وشطه، وما كانوش بيحطوا له مناديل ولا حاجه، كانوا بيعملوه كده من غير المنديل. دلوقتي بسم الله ما شاء الله شايفاهم يعني بقوا مبدعين، وستات كتير بقت مبدعه دلوقتي اهو. هتعملي كده، هنرش بعض شويه كبشه كده من الملح الخشن، هنحطها في قعريه ايه، حطوا كمان واحده. مفيش، الملح الخشن ما بيملحش قوي، بعرض ايدك ايه، عكس السفه بتاع السمكه كده. هنعمل كده، ننيم السمكيه. وعجبتني قناه برضو حبيبه قلبي قوي قوي، عملته دفنته في الرمله. ندى حبيبتي، ندى فاروق الجميله، حد محترم جدا وحد خلوق قوي، انا بحبها. عملته ودفنته في الرمله، كانت حاجه جديده من نوعها برضو على اليوتيوب. وطلع بسم الله ما شاء الله زي الزبده من ايديها. افتحي بقك يا حبيبتي، مالك مش عايزه تتزغطي؟
التخنانه دي. طبعا احنا عشان في المحلات بنعمل كميات، مش بنحط في الخياشيم، احنا بنحط في البراميل على طول وايه وعليه الملح. اشيل الطبق ده بقى الزفر هو الملح ده، وهرجع لكم على طول اوريكم هنقفل اللي كده. اخر حبه ملح بقى نرشهم على وش السمك كده. انا طبعا حطينا سمك راس وديل تمام عشان يبقوا متساويين مع بعض في السوا. هنقفل بقى اول كيس. انا لفيته اول كيس اهو زي ما احنا شايفين. اهم حاجه تشبعيه كيس، يعني لفيه على قد ما تقدري. الناس اللي بتقولي كاتبلي ساعات في الكومنتات، في منهم طبعا بيكلموني بفهمهم، في الكومنتات بحاول والله ارد على الكل يعني. بيقولوا لي ان ساعات الكيس بيتنفخ. شيء طبيعي، شيء طبيعي، حاجه اتملت جوه. ده بالعكس، ده كده فايدته يعني، كده احسن كمان. ده دليل ان هو مش داخله ولا نقطه هوا، انه لو دخله نقطه هوا واحده باظ. كل كيس كده عكس التاني ونربط، كل كيس عكس التاني ونربط. انا بحط اكياس سندوتشات في الاخر بقى احط لهم 3-4 شنط ايه كبار كده، لان هما سمكتين يعني. والسمكتين دول كانوا قاطعين قد ايه يعني، حوالي كيلو 100 كيلو 150 حاجه كده يعني. مش مشكله، انا عوجت السمكتين مش مشكله، ده قوي. هيستووا معوجين مفرودين هيستووا. هنا بقى ولا شطه ولا زيت ولا مساج ولا كركم، عشان الفلاسفه اللي قعدوا يقولوا لي انت بتحطي كركم. على فكره الكركم انا اول مره حطيته في الفيديو الاولاني قلت لكم ان هو ماده حافظه. كركم ماده حافظه. الزيت ليه بقى؟ الزيت عشان يطري معاكي السمكيه، يطري معاكي اللحم، تحس ان اللحمه كده طريه. والزيت يخلي الشطه والملح يتفاعلوا مع اللحم، يسوولك الحاجه بطريقه مظبوطه. مش تلاقي الديل ناشف من النص طري وفوق مهري، لا تلاقي السمكيه كلها حته واحده. جربوا مش هتخسروا اي حاجه. تقوقص مني الكيس. بصوا السمكه، تلاقي السمكتين تلولو. يلا انا هلفه بقى وارجع لكم. خلاص كده انا ظبطت اكياس على قد ما قدرت طبعا. تعالوا بقى، ده كده اخر كيس اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. هنسيبه بقى 15 يوم. النهارده كام؟ النهارده 18 مارس. هنسيبه 15 يوم بالظبط. يعني هنفتح عليه اوائل شهر 4 كده، شهر ابريل ان شاء الله. ربنا يحيينا ان شاء الله بالخير. هنسيبه بقى. هحطه انا في درج مخصصه عندي في البيت للفسيخ. يلا بينا بقى. وجيت لكم بعد حوالي، هو النهارده النهارده 30 في الشهر، يعني ما كملش 12 يوم بالظبط. احنا كنا خليناه مع بعض يوم 18، انا خليته 12 يوم. مش عارفه يعني، احساسي كده قال افتح عليه، قلت بقى افتح عليه معاكم. وربنا يسهل ان شاء الله. نشوف الدنيا كده عامله ايه. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. هي نفس الاكياس اللي انا كنت حاطه فيها اهو. عشان بقى بلاقي ناس ظريفه. ثواني نجيب صينيه كده. بلاقي ناس ظريفه في الكومنتات، لاقي الاكياس متغيره، لاقي الاكياس مش عارفه ايه. الاكياس هي ما غيرتش منها حاجه. نقول بسم الله.
كيسي. الله على الريحة، الله بجد بقى. فتح يا ابني يا حبيبي اهو. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. نطلع اول شبح. الله بقى، الله بقى، بصوا الجمال. نطلع تاني شبح. الله على الجمال. تعالوا بقى ننضف سوا كده ونشوف الدنيا عامله ايه. تعالوا بقى نفتح. بصوا انا بقشر اهو كده بالشكل ده. الناس طبعا اللي بتحبوا تقشير، بص هيبقى سهل معاكي قوي من غير سكينه ومن غير حاجه اهو. بصي السفه بيطلع معاكي زي الفل. تعالي بقى نفتحها. مش هخليها، مش هخليها. طبعا انا خاليه عندي في القناه قبل كده الفسيخ بطريقتي. النهارده بقى انا قلت ايه، نخليه كده بجلده ونمصمص مع بعض. اقشرها بقى كده كلها اهو. بصوا اهي، بصوا في ثانيه اهي، بصوا اهي كله اتقشر. او خليكم معايا، انا كده كده حبايبي ما بيزهقوش مني مهما بطول في الفيديو بصراحه. ربنا ما يحرمني من كل متابعيني وحبايبي. مستنيه بس دعوه حلوه. الايام الكريمه، الايام العظيمه اللي احنا فيها ديت. احنا خلاص كده نهايه شهر رجب، داخلين على شهر شعبان. وحبيبي بقى، حبيبي شهر رمضان، حبيبي حبيبي حبيبي. بصوا ادي السفة كله نزل معانا اهو مستمكية. بس بحب انضفه كده. تعالوا بقى هنفتح بقى من غير كمان ايه، السفاهية كانت على ايدي. هنفتح من غير سكينة نشوف بقى لدرجة قد ايه السمكة من جوه. بصوا زي المهلبية. بصوا ايه الجمال ده، ايه الجمال ده. بصوا الجمال، بصوا مهلبية زي ما قال الكتاب على الفسيخ. هنا بقى بصوا الجمال. ايه ده، بسم الله ما شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله بجد. بصوا نطلع السلسلة الجميلة دي اهو بالشكل ده. عايزه اقول لكم ريحته ايه بقى، يعني نور وقفالي. نور وقفالي. بصوا برغيفين. بجد حاجه انسوا بقى. بصوا جمال السمكية. طبعا انا لسه هحطها في طبق وهشيل الشوك ده كله منها وانضف الحروف دي كده. انا بحب اكرم السمكية اوي وانا باكلها يعني. احترام الفسيخ ده بس مش شغلي ليه، لا انا باكله بادب والله. مش قادره اقول لكم، بزعل السمكية والله العظيم. وهنا حبايب قلبي ده الشكل الفسيخ بتاعي اللي ولا من غير بقى ولا كركم ولا زيت ولا شطة، ملح فقط. يعني حاجة بجد عجب. طبعا انا كنت الاول بشتغل بالطريقة التانية، دي طريقة ودي طريقة، الاتنين انجح من بعض طبعا. الكركم والزيت والتاني ده حاجة وده حاجة تانية خالص. ده ليه طريقته وده ليه طريقته. تاني جميل زي الفل، بيطلع زي الزبدة. بس انا حبيت اوريكم الطريقة بقى اللي انا بشتغل بيها في شغلي، هي ديت وهي دي اللي بيتعامل بيها طبعا كل تجار الفسيخ. ملح فقط، ملح رشيدي خشن زي ما احنا شايفين كده. عايزه اقول لكم الفسيخ زي مهلبيه بجد. ثواني كده اوريها لكم، مش عايزه احط ايدي تاني بقى.
بصوا منظر الفسيخة زي الزبدة ازاي، مرهم زي ما بيقولوا. بصوا كده اهي، بصوا زي الزبدة. يا رب الفسيخ بتاعي النهاردة يكون عجبكم، وطريقتي كمان تكون عجبتكم. انا عارفة ان بيعجبكم فسيخ ليلى النجار. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك، ولو اول مرة تشوفوا القناة بتاعتي يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل جديد مني. تحياتي ملكة الفسيخ ليلى النجار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.